لأنه نفتقر الآن إلى إعلامي من ظهر أبوه قد حاله راضع حليب صافي يطلع يقول لا للعبث العقائدي والعبث الطائفي، يطلع يقول أخوتنا العلويين هم أخوتنا ودمهم دمنا ولحمهم لحمنا ونساؤهم حرم علينا ودمهم حرام علينا ومالهم حرام علينا وهم أخوتنا بالتراب وبالعقيدة وبالوطن وبسوريا وغير سوريا. لازم يطلع شيء إعلامي الآن يقول الأخوة دروز هم أهلنا وناسنا وهم طائفة راقية ومهذبة، وإنه مو العلوية كلهم بشار الأسد ولا الدروز كلهم حكمة الهجري ولا القومية الكردية قومية هاربة وتبحث عن ولاءات وانتماءات ضيقة تحت الجناح الأمريكي، ولا أكراد سوريا هم عبدي ومبدي وقصد ومسد وباقي هالتوصيفات هاي. لازم يطلع الآن لغة إعلام خاصة ترجع تفصل الشارع السوري، ترجع تعرفه من الألف إلى الياء. هذا العبث العقائدي من بوابة الطائفة العلوية، هذا العبث العقائدي والطائفي من بوابة الطائفة العلوية ومن بوابة الطائفة الدرزية ومن باب قوميات سورية ومن بوابة الإسماعيلي والمرشدي والكردي والمسيحي والصابئي والزرادشتي وهالتنوع الفسيفسائي الجميل بسوريا. هذا يجب أن يتوقف، ولا يتوقف إلا بمكائن إعلامية، إلا بلغة إعلام.